أهلا مشاهدينا. الفن موهبة وإبداع وهبها الله لكل إنسان، لكن بالتأكيد بدرجات متفاوتة جدا، بحيث لا نستطيع أن نطلق لقب فنان أو مبدع إلا على شخص متميز جدا. إذن الفن موهبة وإبداع وتميز، ويصبح أكثر إبداعا وتميزا وجمالا عند امتزاج الثقافات. عدد كبير من الدول الأفريقية شبيهة بنا ثقافة، حتى على صعيد أيضا التسلسل التاريخي، بالإضافة إلى النواحي الاجتماعية والنواحي الفنية والثقافية. واليوم في هذا المساء بمشيئة الرحمن فنون وإبداع حول التماذج الفني في القرن الأفريقي. سعيدين جدا أن يكون معنا الأستاذ طارق الزين، تشكيلي موسيقي وباحث في التراث القرن الأفريقي. أهلا وسهلا أستاذ طارق. أهلا بك. سعداء أيضا أن يكون معنا الفنان من دولة الصومال الشقيقة نمعان هلاع. أهلا. كويس؟ هو دواهي تمام. ممكن حتى تسلم على الناس باللهجة أو اللغة الصومالية. اوكي. marka hore waxaan aad salaamayaa dhammaan bulshada reer Suudaan. waa dad aan aad u jeclahay waana ku faraxsanahay imaatinka aan intii Suudaan. مرحبا بكم ومرحبا بك أستاذ طارق. خلينا نفتتح هذه الجلسة الفنية بوجود نمعان بالسودان ومعرفة مشاركاته الفنية في دور الثقافة السودانية المختلفة. هو يعني نقدم نموذج ولا نتكلم عن نمعان هلاع كفنان. طبعا هو لأول مرة يزور السودان، وإحنا التقينا في القرن الأفريقي في الصومال في الفترات اللي كنت فيها، وهو كان يعني عنده يعني عايز يزور السودان. فلما زار السودان الفن السوداني هناك محبوب طبعا، ونحن كمان بنحب الفن الصومالي والقرن الافريقي عموما. فهو اليوم يشارك في بعض النشاط الثقافي ان شاء الله. حيكون في يعني التمازج الفني ما بين السودان والقرن الافريقي، وعلى وجه الخصوص الصومال، يعني كتبادل ثقافي مشترك وتواصل وتمازج وجداني وثقافي وفني يعني. نعم، أنا ذكرت أنه يعني مثل هذه الأمور إضافة إلى أنها تقوي العلاقات، ولكن أيضا تظهر مدى التشابه بين الدول. أستاذ طارق، أكيد بتظهر مدى التشابه في الثقافة بشكل عام، وفي التراث الثقافي نفسه، وفي الملامح، يعني حتى ملامحنا نحن الإثنية وشكلنا وتفاصيلنا وحياتنا وأكل ولبس وكل ثقافاتنا ومفرداتها بتتشابه يعني شبه شديد. فما في فرق كبير يعني، إلا اللغة اللي هي بتبقى القاسمة أحيانا تكون إلى حد بسيط، هي حاجز صغيرونة كده يعني. لكن التراث والفن والموسيقى والموروثات الثقافية والرقصات الشعبية نحن نحس بها، نتفاعل معها حتى لو ما فهمنا كلامها. يبقى ده التواصل الوجداني اللي هو أصلا موجود في جوانا، ونحن مع بعض كلنا إثنية متشابهة الملامح والثقافة والعرق، يعني إحنا خلطة واحدة بتتشابه. نعم، إحنا حنطلع فاصل ونعود مشاهدينا، خليكم معنا. اهلا وسهلا مشاهدينا، نتواصل في المساحه حول التمازج الفني في القرن الافريقي بصحبه الفنان الصومالي نمعان هلاع. مرحبا بك مره ثانيه، ودي الزياره الاولى للسودان. حابين نعرف انطباعك عن هذه الزياره يعني. soo dhawow kusoo dhawow Suudaan. mar labaad waxaan laga sheekaysaa waxa kaaga baxay Suudaan booqashada ku timaada. maasha Allah, waan dhawahay. waana idinka mahad celinayaa soo dhaweyntiina. Suudaan booqashadana ku yimid waa mid aad iyo aad i xiiso gelisay. insha Allah waan ku tala jiraa marka la kusoo noqdo. aad baan uga helay Suudaan. طيب احنا نسمع أغنية طوالي وبعدك نكمل حوارنا، حتى برضو اهتماماته بالفن السوداني. بس نسمع أول حاجة. وادي مقشينيا hees ka mid ah heesahayga. jiradiya dhibkan qabo tolow ruux la jaareen. احنا حنسمع عديل والله
jiradii dhibkan qabo talow ruux la jaaray miyuu dunida joogaa miyuu dunida joogaa jiradii dhibkan qabo talow ruux la jaaray miyuu dunida joogaa miyuu dunida joogaa jiddiinkii ka go'ayo indhihii jirmo waa nigan jifaysani waa niga jifaysani jiddiinkii ka go'ayo indhihii jirmo waa nigan jifaysani Hoy hoy Mariga, 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 Uchin Kawa. Hoy hoy hoy. Jamashani Haise, she's a 10 of 10. Jamashani Haise, she's a 10 of 10. I got you so Mariga, 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 how you? Hoy hoy Mariga, 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 how you kawa? حتى تجري الصباح جروا بعض كلتا انت توني تشوتي انت توني تشوتي حتى تجري الصباح جروا بعض كلتا انت توني تشوتي انت توني تشوتي jigan labuda talada ku ashay jeexaygu waan sugay jigan labuda talada ku ashay jeexaygu waan sugay jeexaygu waan sugay jamashani hayse she's a 10 of 10 jamashani hayse she's a 10 of 10 I got you so Mariga, hoy 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 Mariga, Mariga, Mariga.
adiga ha u jeelka hoy hoy adiga madiga adiga شكرا نمعان هلاع، ودي مشاركة حتكسبك مهارات أكيد فنية، وجمهور بتختلف هويته وثقافته بكل تأكيد. شكرا أستاذ طارق الزين، إن شاء الله حتكون موجود معنا عبر مساحات أخرى من مساء جديد ينجد. نعم، فاصل إعلاني ونعود مشاهدينا.